الموساد على الأراضي التونسية. وأشار رئيس كتلة الوفاء للثورة عبد الرؤوف العيادي للميادين إلى أن جهات أمنية أبلغته بوجود أكثر من 300 عميل للموساد ينشطون في بلاده. وتشير المعلومات إلى أن الموساد له 3 مراكز مقامة على التراب التونسي تنشط في مراقبة كل من تونس وليبيا والجزائر. تونس ما بعد الثورة، وفجأة بدأ يطفو على السطح موضوع تحركات المخابرات الإسرائيلية الموساد. خبر فجره الأمين العام السابق والمنشق عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ويقول أنه بتوثيق من جهات أمنية تونسية. والله أنا لي معلومة استقيتها من موظفين كبار بالداخلية يقولوا أنا موجود حوالي 300 تعاون موساد يعملون بتونس منذ زمن يعود الموساد إذن إلى تونس بعد الثورة، وتفيد بعض المعطيات الاستخباراتية أنه يعود بتعاون مع الاستخبارات الأمريكية CIA، ولا يقتصر دوره على تونس، بل حاول بناء شبكة رصد للمنطقة المغاربية. المعطيات تشير إلى وجود فرع في تونس العاصمة يتابع أهدافا في الجزائر، وآخر في جزيرة جربة يرصد أهدافا في ليبيا، وثالث في سوسة يتابع الوضع التونسي. اللي إن شاء الله يعرف معلومة يجيبها لنا لعلها تساعدنا على معرفة ما إذا كان ثم من يفكر في اختراق بلدنا، وإن شاء الله ما ثم كان الخير. في تونس لم يستبعد بعض الساسة وجود أياد أجنبية بينها الموساد، وراء التوترات التي تشهدها البلاد بين الفينة والأخرى. بل تذهب بعض القراءات أبعد في الحديث عن سعي لتعطيل أي خطوة لإقامة تحالفات استراتيجية مع أطراف تعتبرها إسرائيل وأمريكا خارجة عن سيطرتهما. كذلك نعتقد أن الصهاينة لهم مصلحة في إجهاض هذه الثورة في تونس. لماذا؟ هذا تحليل. لماذا؟ لأن هذه الثورة لها بعد وطني، لها بعد قومي، لها بعد أممي. الموساد الإسرائيلي ينشط في عملية تجنيد في تونس، فيما يبقى نقل رفاة الحاخام سيون بيطان التي تمت في سرية تامة أبرز فصولها. ملف الموساد في تونس يتحرك إذن وبسرية مطلقة، تتكتم الجهات المعنية أمنيا عن الخوض في الأمر، فهو خط أحمر وما دونه الهلك. لكن في كواليسها تتحدث تلك الجهات عن تحرك يوصف بأنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. نور الدين دغير، تونس، الميادين.